بسم الله. من المفارقات الثلاثة اللي في الصورة ديت، من اليمين هو مناحم بيجن، مرتكب مجزرة دير ياسين، وفي المنتصف شيمون بريز مرتكب مذبحة قانا، ونمرة 3 هي أون سان ستوتشي مرتكبة مذابح الروهينجا، وجميعهم حاصلين على جائزة نوبل للسلام. طيب ده معناه ايه؟ معناه عارفينه من زمان والله، انه طبعا دول الاعداء بتوعنا وهيستمروا للابد الاعداء بتوعنا، وهيفضلوا يكرهوا الاسلام طول ما هم عايشين، سواء كانوا يهود او غيره، لان اللي غيره دول بيدفع لهم برضو علشان يدوا رايهم للي اليهود عايزينه. ومعنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا بصراحة المفروض ان احنا يعني نتجاهل الجوائز اللي من النوع ده اللي هم بيقدموها، لانهم ليهم حسابات وحاجات شخصية علشان مصالحهم يعني. فلو قرروا ان هم يدوها لحد عربي او كده، فبيبقى لهم مصالح فيها، او علشان الجامعة بتاعته، او عشان مصلحتهم، مش اكتر ولا اقل. مش معنى كده ان احنا وحشين ابدا، احنا احسن منهم في المعلومات والدراسات والابحاث، ولكن انا مش فاهمه ليه احنا مع كل الفلوس اللي معانا دي في البلاد اللي معاها يعني العربيه ما تعملش جايزه احسن منها. وربنا يحمينا جميعا.